بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة وفي هنا وسرور. ربنا يكرمنا جميعا يا رب، ويعطي كل من كان يا رب كل اللي بباله، ينول كل اللي بباله يا رب. حبايبي واخواتي واصحابي، بشكركم جدا جدا جدا، كل اصحابي واخواتي اللي من داخل مصر ومن خارج مصر. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب العالمين، يا رب يا رب، امين يا رب العالمين. حبايبي، قبل ما تتفرجوا على الوصفة الجميلة دي اللي هتعجبكم ان شاء الله بإذن واحد احد، تعملوا اللايك، اعملوا لي اللايك يا حبايبي عشان الفيديو يترفع. ربنا يا رب كده يعني يكرمنا في كل حاجة بنعملها وتبقى حلوة لولادنا، ويعني ويزيد ويبارك فيها، امين يا رب العالمين. احنا بنتعب وبنشقى، فربنا عمره لا يضيع اجر من احسن عملا، امين يا رب العالمين. يا حبايبي، هنعمل النهارده شويه سمك كده حلو، سمك مكاريل. بصوا بقى، ده السمك المكاريل الجميل ده. بصوا، بصوا جماله، جميل والله. السمك ده جميل جدا، هو مهدور حقه بس هو جميل يعني. هو تحس كده وكله فوائد. بصوا انا فتحته نضفته، عفوا نضفته وفتحته بس من الظهر عشان هعمله زي السنجاري كده. بصوا غسلته كويس وفتحته اهو من ظهره، ده بطنه اهي ماشي، انما ده ظهره فتحته كده زي السنجاري كده اهو. خلاص، وغسلته كويس جدا ونضفته زي الفل، وزي ما انتم شايفين كده شمعة منورة. يلا نشوف التوابل اللي هنعملوها عليه وتخلي طعمه رائع. دي انا عملت معاكم قبل كده السمك البوري برضو بتتبيله، بس بتتبيله غير دي. هنعمل برضو التتبيله دي برضو جميله واحلى واحلى ان شاء الله. ايه هي بالتتبيله؟ التتبيله هنعمل تتبيلتين، تتبيله بالخضار وتتبيله السايله اللي هتتحط على الخضار تديها طعم رائع وجميل. انا شم ريحه كل اللي انا حضرته ده، ريحته جميله قوي لما يتحط بقى مع بعضه. تعالوا نشوفوا ايه هي دي. ده معلقه كركم، معلقه ايه صغيره كده كركم ماشي، كزبره ناشفه، كمون، بابريكا، توم باودر، بس حبه صغيره يعني نص معلقه صغيره كده ماشي. ودي رشه حبهان، زي ما احنا متعودين احنا بنحط على السمك بتاعنا رشه حبهان، بيديله طعم وريحه مش عاوزه اقول لكم على جماله. خلاص، دي معلقه توم مفروم. خلاص، ده بقى فلفل بارد على حامي بتقطع صغير. ودي حزمه صغيره شبت، حزمه صغيره خالص ماشي، قطعتها صغيره اهو. يا على طعم الشبت مع السمك ده، هتدوقوا وتدوقي. خلاص، وده بصل قطعته صغير اهو، وطماطم بقطعها برضه صغير خالص، وخل وليمون ملح طبعا، بس ما ايه لما نيجي هنعمل ايه. انا هحط التوابل دي كلها اللي هي الناشفه دي في بوله زي دي كده، ومع مع الثوم، وهقلبهم مع بعض مع شويه خل وليمون، وهقلب كل التتبيله دي ببعض في البوله دي مع شويه زيت، واوريكم بقى هنعملها ازاي. يلا مع بعض. بصوا حبايبي بقى اهو، عملت التتبيله اهو السايله دي، ريحتها مروعه. وحطيت بقى الخل مع الزيت كمان، بص شويه زيت كمان عليها، وقلبت كويس قوي. قلبت التتبيله دي كويس قوي. هعمل ايه بقى؟ هحط كل الخضار ده اللي انتوا شايفينه ده في البوله دي ماشي، وهحط عليه ايه بقى؟ التتبيله اللي انا عملتها دي. ايوه خلاص، يبقى احط كل الخضار، الطماطم والفلفل والبصل والشبت هنا اهو في قلب البوله. وبعد كده هروح حاطه التوابل دي السايله اللي انا عملتها، وبعد كده هقلبهم مع بعض واوريكم بقى شكله. بصوا حبايبي بقى اهو، قلبت كل الخضار مع التتبيله السايله اللي انا عاملاها، وقلبتهم مع بعض. بصوا بصوا الجمال، يا لو شمين ريحتها تتاكل نيه كده لوحدها. يلا بقى ايه نعمله بقى؟ ايه نحضره للسمك. يلا حبايبي، بص حبايبي، انا جبت السمكه بقى وفتحتها كده اهو، زي ما انا فاتحاها من الظهر زي ما قلت لكم، مش من البطن اهو، من الظهر. بص شكلها. خلاص، هعمل ايه بقى؟ جبت ورق فويل وحطيت فيها السمكه. هقفل السمكه دي على هيئه مركبه كده، اقفل الفويل ده على هيئه مركبه علشان يحوش لي اي ايه توابل او اي تتبيله من اللي انا عاملاها ديت، الخلطه دي تنزلش فيها. خلاص، وهجيب صينيه وادهنها زيت وارص فيها السمكه دي.
خلاص هوريها لكم برضه. وبعد ما انا هقفل السمكه دي على هيئه مركبه، هقفل من الجناب وهقفل من الجناب، وبعدين بالطول كده همسك بالطول واعملها ايه لفه كده. هوريها لكم برضه، بس معلش انا مش هقدر يعني هعملها واوريها لكم عشان بس بصور لنفسي. هوريكم يا حبايبي. بصوا شفتوا اهو، قفلتها كده عشان هي ايه تخش التتبيله، ولما تخش تستوي تبقى التتبيله فيها تلغلغ كده جوه مع السمكه، تبقى يا وعدي عليها. خلاص اهو. وهنعمل ايه بقى؟ هنعمل كله. بص انا دهنه الصينيه زيت، هعمل كل بقيه السمك بالطريقه دي. خلاص واوريكم بقى الصينيه في الاخر. بصوا حبايبي بقى، بصوا الصينيه ما كفتش، طلعت صغيره، وانا قلت ايه عشان يبقى كده الواحده بوحدتها كده وسايله، جبت الصاج ده ودهنته زيت ورحت حاطه واحده واحده. بصوا الجمال بقى، بصوا لو شامين ريحه التتبيله. بصوا 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 السمك، بصوا السمك، بصوا التتبيله فيه، والله التتبيله تتاكل نيه كده. بصوا بصوا الجمال اهو. كل واحد بقى هياخد سمكته كده في وهي في المركبه، لا بقى يبهدل ولا اي حاجه، وياكلها بالخلطه اللي فيها دي، ويحط بقى على الرز، يا على طعمتها وحلاوتها. يلا حبايبي بقى نكون مسخنين الفرن جامد على درجه حراره عاليه عشان ما ينشفش مننا، وبعدين نحطه. خلاص واول ما يطلع هوريكم الجمال ده. يلا حبايبي. بصوا حبايبي بقى، بصوا بقى الجمال ده لما طلع. بصوا بصوا بقى، بصوا بصوا السمكية وجمالها. بصوا بصوا، ايه رأيكم بقى؟ يلا بقى جربوا الريحة، مش عاوزة اقول لكم قلب الدنيا، والله قلب الدنيا. يلا حبايبي جربوا السمك السنجل مولع، هو لسه يا دوبك مولع، فانا صورته لكم بالجمال ده ماشي عشان اوريه لكم بقى. يلا والخلطه دي بقى مع الرز بقى، يا على طعمتها وحلاوتها، مش قادره اقول لكم. يلا حبايبي جربوا بقى الوصفه الجميله دي للسمك الجميل ده، المكاريل كله فيتامينات كله فوائد. بس ايه هو ايه، في ناس بتحبه وفي ناس، بس اللي جربوا بالطريقه دي هيحبوا، مش هيبقى في اي زفاره ولا اي حاجه. جربوا حبايبي ومش هتندموا ان شاء الله. ان شاء الله وصفتي تعجبكم، واشوفكم على خير في وصفه احلى واحلى، وان شاء الله ربنا يبارك لكم باذن الله. وما تنسوش حبايبي تعملوا اللايك وتكتبوا لي في الكومنتات. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.